لو خلاص قررنا ان احنا هنعمل تغيير لمفصل الفخذ بناء على الاشعاعات والفحوصات اللي احنا عملناها، ايه هي انواع المفاصل المتاحه عندنا ان احنا نركبها؟ مبدئيا مفيش حاجه اسمها احسن مفصل اللي ينفع لكل الناس، مفيش حاجه اسمها كده. المفاصل انواع كتير جدا، في حاجه اسمها مفصل معدني، في حاجه اسمها مفصل سيراميكي، والمفصل المعدني او السيراميكي ده بيبقى راكب عليه حاجه تانية اسمها بولي ايثيلين. البولي ايثيلين دي ممكن اركب سيراميكي على سيراميك، وممكن اركب سيراميك على بولي ايثيلين، ممكن اركب معدني على معدني. المعدني على معدني ده كان زمان، ما بقاش بيتعمل دلوقتي. اللي بيتعمل دلوقتي يا اما سيراميك على سيراميك، يا اما سيراميك على بولي ايثيلين، يا اما معدني على بولي ايثيلين. الحقيقه كل واحد من دول ممكن يكون مناسب جدا لمريض معين وما بيبقاش مناسب لمريض تاني، فمفيش حاجه اسمها مفصل احسن من مفصل، هو في مفصل مناسب للمريض ده. فمثلا لو عندنا مريض في العشرينات او الثلاثينات بيكون المفصل السيراميكي مناسب ليه اكتر علشان مجهوده، علشان حياته، عشان يمارس رياضه. المفصل المعدني بيكون في كبار السن شويه، فوق ال 50 سنه مثلا. الجزء الثاني من انواع المفاصل اللي هو ازاي المفصل ده هنثبته في العظم، في حاجه اسمها مفصل اسمنتي وفي حاجه اسمها مفصل غير اسمنتي. لو احنا كفاءه العظم كويسه وتستحمل ان الجذع اللي هيركب فيه العظم ده هيمسك كويس جدا فيها، ده بيبقى مناسب في الشباب اللي هو المفصل الغير اسمنتي. طيب المفصل الاسمنتي ده بنعمله ايه؟ لو العظم فيه هشاشه شديده والجذع اللي هنحطه جوه المفصل ده مش هيمسك كويس، فبنركب له حاجه اسمها اسمنت اللي هو المفصل الاسمنتي، فده بيكون مناسب في الناس اللي عندها هشاشه. فالمفصل الاسمنتي ليه برضه ناس مناسب ليهم، والمفصل الغير اسمنتي ليه ناس مناسب ليهم. فمفيش حاجه اسمها المفصل المناسب لكل الناس او المفصل الاحسن من مفصل، في مفصل مناسب لكل مريض. ودي كانت باختصار كده انواع المفاصل اللي ممكن نستخدمها في تغيير مفصل الفخذ. دكتور كريم سمير، استشاري جراحه العظام والمفاصل.